بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في أولى المراجعات النهائية في مادة الرياضيات. معكم مستر أحمد طربوش، معلم أول ألف في مادة الرياضيات للمرحلة الإعدادية. نبدأ نحل مع بعضنا إن شاء الله المراجعة النهائية. هنبدأ بفرع الجبر، هنحل جميع أسئلة أكمل، هنحل جميع أسئلة اختر، هنحل جميع الأسئلة المقالية لغاية ما ننتهي من المراجعة النهائية، ونبدأ كمان مع بعضنا حل امتحانات ونشوف الامتحان بيجي ازاي. ان شاء الله معنا الرياضيات تختلف، ان شاء الله تحصل معنا على الدرجة النهائية وتكون متفوق في مادة الرياضيات. بسم الله توكلنا على الله. هبدأ بأسئلة الاختيار من متعدد. رقم 1 بيقول لي إذا كان الزوج المرتب 3 و5 بينتمي للمجموعة. طبعا طالما ان الزوج المرتب ده بينتمي للمجموعة ديت، يبقى اذا الزوج المرتب ده موجود جوه المجموعة. طالما موجود، انا عندي هنا الزوج المرتب ده اسمه 3 و5، وهنا الزوج المرتب 3 وايه 3، وبرضه هيبقى 3 و5، يبقى اختار الاختيار رقم ج. رقم 2 بيقول لي هنا إذا كانت النقطة 4 وألف ناقص 3 تقع على محور السينات فإن ألف. طالما النقطة بتقع على محور السينات يبقى نضع الصاد بصفر. مين الصاد؟ طبعا أنا عارف إن الرقم الأولاني هو ده السينات، والرقم الثاني كله ده اللي هو ألف ناقص 3 بقول عليه صادات. الرقم الأولاني س، والرقم الثاني صاد. فبمجرد ما بيقول لي ان النقطة دي بتقع على محور السينات يبقى احط صاد بصفر. مين هي الصاد؟ الرقم الاولاني ولا الرقم الثاني؟ طبعا الرقم الثاني، والرقم الثاني هنا عندي ألف ناقص 3 هو اللي هساويه بالصفر. هودي السالب 3 الناحية الثانية بإشارة مخالفة، هيبقى ألف بيساوي 3، يبقى هنا قيمة الألف بيساوي 3، فهختار الاختيار رقم ب. الفقرة رقم 3، إذا كان الزوج مرتب 3 ناقص س وس ناقص 1 تقع في الربع الرابع، حيث س ينتمي لصاد فإن س. بص يا ولاد كده معايا، أنا عندي هنا الربع ده الربع الأول، وده الربع الثاني، وده الربع الثالث، تمام، وده الربع الرابع. الربع الرابع، الربع الأول بيكون موجب وموجب، يعني المسقط الأول موجب والمسقط الثاني موجب، والربع الثاني بيكون سالب وموجب، والربع الثالث بيكون سالب وسالب، والربع الرابع بيكون موجب وسالب. فهنا بيقول لي تقع في الربع الرابع، يعني أنا عايز الربع الرابع يكون المسقط الأول موجب والمسقط الثاني سالب. أنا عايز كده موجب، يعني عايز ده يكون موجب وعايز ده يكون سالب. طب تعالى نشوف يا أولاد الاختيارات. تعال نجرب الأربعة. لو قلت 3 ناقص 4 يديني سالب 1، طب ده سالب، أنا عايزه موجب، يبقى الأربعة دي ما تنفعش. تعال نجرب التلاتة. 3 ناقص 3 يديني صفر، لا أنا عايزه موجب، الصفر مش موجب. تعال نجرب الاتنين. 3 ناقص 2 يديني 1، 3 ناقص 2 يديني 1. طب و1 ناقص 1 يديني صفر، تمام. يبقى هنا لما جربت الاتنين قلت 3 ناقص 2 يديني 1، فعلا دي المسقط الأول ايه موجب. طب تعال نشوف التاني كده، 2 ناقص 1 يديني 1، طب ده دي موجب ودي موجب، من انا عايزها دي موجب ودي سالب، يبقى الاتنين دي ما تنفعش، يبقى اكيد هتبقى الصفر. تعال نجرب برضو. شيل السين وحط صفر. 3 ناقص صفر 3، شيل السين وحط صفر. صفر ناقص 1 يديني سالب 1، اصبح فعلا المسقط الاول موجب والمسقط الثاني سالب، يبقى موجب وسالب. ايه اللي خلالي المسقط الاول موجب والمسقط الثاني سالب؟ هو ان السين اتحطت بصفر. خلاص كده. طيب رقم 4 بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي إذا كان الزوج مرتب س زائد 5 و8 بيساوي الزوج مرتب 1 و6 ص زائد س، فإن ص بيساوي. هنا طالما الزوج المرتب بيساوي الزوج المرتب على طول يبقى أقسم صفحة نصين، يبقى أقول له كده المسقط الأول يساوي المسقط الأول، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. يبقى أنا أساوي السين زائد 5 هساويها بالواحد، س زائد 5 أساويها بالواحد وأحلها كمعادلة، والمسقط الثاني اللي هو صاد 6 صاد زائد السين أروح أسويها بالثمانية. تعالى كده مع بعض نحل المعادلة دي كده وحديها، ونحل المعادلة دي كده. أنا هنزل السين
وهقول كده 1 وأودي الموجب 5 الناحية التانية بإشارة مخالفة تبقى -5. يبقى أنا معايا كده السين 1 ناقص 5 يديني -4. كده قيمة السين ب4. تعال هنا نشيل قيمة السين ونحط مكانها -4. يبقى أنا كده معايا 6 صاد، شلت السين وحطيت -4. الكلام ده بيساوي 8. معادلة، هنزل الستة صاد كده يساوي 8 وأودي -4 الناحية التانية بإشارة مخالفة تبقى -4. يبقى أنا كده معايا 6 صاد يساوي 8 زائد 4 يديني 12. الصاد هنا مش وحديها، عشان أتخلص من الستة اللي قدام الصاد أنا هقسم على 6، ف6 على 6 راحت، يبقى معايا صاد يساوي 12 على 6 فيها الاتنين. يبقى أنا جبت قيمة السين ب4 وجبت قيمة الصاد ب2. لو طلب مني السين أو هو لو محتاج مني أجيب له السين فأنا جبتها له ب4، ولو طلب مني أجيب الصاد فأنا جبتها له ب2. يا ترى هنا في السؤال عايز مني السين ولا صاد؟ لا، هو عايز مني الصاد، يبقى الصاد ب2. أختار الاختيار رقم ج. أدخل بعد كده على الفقرة رقم 5. بيقول لي إذا كان نون س 2 يساوي 4، يعني عدد عناصر السين مضروبة في نفسها مرتين. نون س 2 بيساوي 4، يبقى لو حبيت إن أنا أجيب نون س بس فأجيب الجذر التربيعي للأربع فهتبقى 2، يبقى عدد عناصر السين عنصرين. ونون س في صاد بيساوي 6، عايز نون صاد 2. أنا لسه جايب نون س ب2. طب يبقى معنى كده إن نون صاد بيساوي، هي 2 في كام؟ اديني 6، 2 في 3. يبقى أنا كده معايا نون س عدد عناصر السين ب2 ونون صاد عدد عناصر الصاد ب3. هو عايز نون صاد 2. نون صاد يعني عايز عدد عناصر الصاد بس مضروبة في نفسها مرتين. عدد عناصر الصاد ب3. طب ال3 دي لما تتضرب في نفسها مرتين هتديني كام؟ هتديني 9. يبقى الاختيار رقم ب. رقم 6. إذا كانت س يساوي المجموعة 3 فإن س 2. خد بالك معايا في فرق بين س 2 ونون س 2. س 2 يعني عايزني أضرب له ضرب ديكارتي، يعني أنا عايز أضرب المجموعة 3 دي برضو في نفسها اللي هي المجموعة 3. ضرب ديكارتي كل اللي أنا حامله إن أنا أفتح قوس مجموعة وزوج وآخد ال3 مع ال3 فهتبقى 3 و3 وأقفل قوس المجموعة. ففين الاختيار بتاعي اللي يديني قوس مجموعة وجواه زوج مرتب 3 و3؟ هو الاختيار رقم د اللي هو الاختيار الأخير. الفقرة رقم 7 بيقول لي هنا إذا كانت السين بيساوي المجموعة 1 و2 وصاد يساوي المجموعة 3 و4 فإن الزوج مرتب 3 و4 بينتمي لإيه؟ يا ترى بينتمي لس ضرب صاد ولا صاد ضرب س ولا س 2 ولا صاد 2؟ تعال نشوف مع بعض. 3 و4. طبعا هنا يا ولاد أنا لو قلت س ضرب صاد كنت هاخد الواحد مع التلاتة هيبقى 1 و3 و2 و4. طبعا هنا مش 1 و3 ولا 2 و4، يبقى س ضرب صاد ده ما تنفعش. لو قلت صاد ضرب س هاجي كده اهو، يبقى 3 و1 و3 و2، 4 و1 4 و2. تمام، برضو ما شفتش 3 و4 يبقى دي ما ينفعش. س 2 يبقى اخد الواحد مع نفسها يبقى 1 و1 و1 و2، 2 و1 2 و2، ولا حاجة من اللي قلتهم موجودة في الزوج المرتب ده. يبقى هتبقى صاد 2. ليه؟ لأن أنا لما أجي أضرب الصاد في نفسها مرتين، تعالى كده أما أثبتها لك. أدي صاد 2 دي معناها إن المجموعة صاد اللي هي ب3 و4 مضروبة في نفسها برضو ب3 و4. وأنا قلت الضرب الديكارت كل اللي أنا بعمله إن أنا بفتح قوس وبفتح الأزواج بتاعتي، باخد التلاتة مع التلاتة فهتبقى 3 و3 وارجع اخد التلاتة مع الاربعة. تمام، خلصت التلاتة هدخل على الاربعة، هاخد الاربعة مع التلاتة وهاخد بعد كده الاربعة مع الاربعة. هلاقي هو مديني زوج منيهم اللي هو 3 و4. فعلا ادي ال3 و4، فال3 و4 بينتمي لمين؟ بينتمي لصاد 2. المسألة رقم 8 بيقول لي إذا كان س ضرب صاد يساوي المجموع، فتح قوس مجموعة ومديني 2 و3 فإن س 2. طيب هنا طبعا الاتنين ديت س ضرب صاد، الاتنين ديت والتلاتة ده في قوس ايه؟ مجموعة جوه زوج مرتب. فكل اللي أنا هعمله عشان أجيب السين
السين اصلا هي عباره عن المسقط الاول. السين عباره عن المسقط الاول، يعني السين بس هي المجموعه اتنين. دي السين. لو طلب مني السين بس يبقى ايه؟ باتنين. انما هو طلب مني سين اتنين، يعني الاتنين ديت تضربها لي في نفسها مرتين بس حاصل ضرب ديكارتي، فهتبقى اتنين واتنين، يبقى رقم ج. رقم 9 بيقول لي هنا إذا كانت دالة السين يساوي 4 س زائد ب ودال 3 بيساوي 15 فإن ب بيساوي نقط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه دال س دال 3 بيساوي 15؟ معنى كده إن أنا هشيل السين وأحط 3 وأساوي الدالة بال 15. الدالة عندي اسمها 4 س زائد ب. أنا هشيل السين وأحط 3، هشيل السين دي وأحط 3، هتبقى 4 في 3 زائد الب يساوي، هشيل دالة السين دي واحط ايه؟ 15. كل اللي انا عملته شلت السين وحطيت 3 وسويت الدالة دي ب 15. 4 في 3 ب 12 زائد الب يساوي 15. 12 زائد كام يديني 15؟ طبعا 12 زائد 3 ما عرفتش، اروح اقول 15 واودي ال 12 باشاره مخالفه، ف 15 ناقص 12 يديني 3. يبقى الفقره رقم 9 هتاخد 3. الفقرة رقم 10 بيقول لي إذا كان د س يساوي ن س تربيع أو ن س 2 زائد 2 س أس ن ناقص 3 فإن مجموعة قيم ن الممكنة التي تجعل دالة من الدرجة الثانية. طالما قال لي من الدرجة الثانية يعني أعلى أس هنا من المفترض إن هو يكون 2. طب لو اخترت 2 و3، لو اخترت 2 و3، طب أنا لو حطيت النون دي ب2 فعلا هتبقى من الدرجة الثانية، بس لو شلت النون وحطيت 3 فهتبقى دي أس 2 ودي أس 3، لما أعرف الدرجة باخد الأكبر أس فهتبقى أس 3، هتبقى من الدرجة الثالثة، لكن أنا عايزها من الدرجة الثانية، يبقى دي كده مش هتخلي لي الدالة دي من الدرجة الثانية. نيجي الرقم ب ده مرفوض ليه؟ لأن ما ينفعش أنا أشيل الأس ده وأحط مكانه عدد سالب. طيب 2 1 0، لو شلت الاتنين هتبقى هنا أس 2 وهنا أس 2 يبقى فعلا من الدرجة الثانية، ولو شلت واحد، شلت النون دي وحطيت واحد، هنا أس 2 وهنا أس 1 الأكبر أس 2 يبقى برضه من الدرجة الثانية. إنما لو شلت النون وحطيت صفر يا ولاد، النون ديت شلتها وحطيت صفر هتموت لي الحد الأول خالص، فكده مش هتبقى من الدرجة الثانية، يبقى كده الجيم برضو ما تنفعش، فهتبقى القيمة اللي هي ممكن تبقى ب2 وممكن تبقى بإيه؟ ب1، يبقى أختار الاختيار رقم د اللي هو 2 و1. الفقرة رقم 11 بيقول لي إذا كانت د س يساوي 5، طبعا طالما الدالة دي بيساوي رقم يبقى دي بقول عليها دالة ثابتة، دالة ثابتة، والدالة الثابتة بيمثلها مستقيم بيوازي محور السينات، تمام، ويمر بالنقطة 0 والرقم، يمر بالنقطة 0 والرقم، يبقى 0 وإيه؟ 0 و5. رقم 12 الشكل المقابل يمثل دالة. معنى كلمة دالة إن كل رقم من الأرقام دي أو كل عنصر من العناصر دي يخرج منها سهم واحد فقط، يخرج منها سهم واحد فقط. طب أنا لو جيت كده كتبت البيان بتاعي هلاقي إيه؟ هلاقي إن الألف دي لفت على نفسها، تمام، يعني ألف وألف، تمام، وهلاقي إن الب راحت للألف يبقى ب وألف، وهلاقي ان الجيم برضو راحت للالف هيبقى جيم والف. خلاص كده. طب هو عايز ايه؟ هو عايز المدى، المدى اللي هي المساقط التانية اللي هي ايه؟ الالف. بس انا عشان مش بكرر فانا هفتح قوس مجموعة واخد الف واحدة بس، هو ده المدى، يبقى الاختيار رقم الف. رقم 13 بيقول لي الدالة د حيث د س يساوي س أس 4 ناقص 2 س أس 3 زائد 7 كثيرة حدود من الدرجة. من الدرجة الكام؟ طبعا أنا عشان أعرف من الدرجة الكام أعلى أس هنا هو 4، يبقى الدالة دي كده من الدرجة الرابعة لأن الدرجة بتتحدد على أعلى أس. نيجي للفقرة رقم 14 بيقول لي هنا إذا كان د س يساوي س تربيع ناقص، وطبعا فاتح لي قوس، فبيقول لي هنا س تربيع ناقص 3 س كثيرة حدود من الدرجة. طبعا انت ممكن تتسرع وتختار الدرجة الثانية عشان أس 2، أقول لك لا، لحظة واحدة، احنا لازم نفكه. يعني أنا عندي هنا هنزل السين تربيع، السالب دي لما تدخل على المقدار ده بتغيره، يعني السالب لما تلزق في السين تربيع تبقى سالب س تربيع،
السالب لما تتضرب في السالب اللي من جوه تبقى موجب، ومعايا 3 س. كده أصبح عندي س تربيع يروح مع سالب س تربيع، أصبحت الدالة عندي 3 س. طب والسين ده معناه أس واحد، يبقى من الدرجة الأولى. فممكن أنت تتسرع وتقول من الدرجة الثانية عشان أس 2، لا لازم تتفك. رقم 15 بيقول لي هنا إذا كان الزوج مرتب 2 وب ينتمي لبيان الدالة د حيث د س يساوي 3 س ناقص 6 فإن ب. طالما مديني زوج مرتب معنى كده إن الرقم الأولاني ده سينات والرقم الثاني صادات. يعني أنا هشيل السين وحط 2 واشيل الصاد وحط ب. تاني هشيل السين وحط 2 واشيل الصاد وحط ب. أنا عندي الدالة د س يساوي 3 س ناقص 6. هشيل السين وحط 2 واشيل الصاد وحط ب. طب ما هي الصاد اللي هي دالة السين هشيلها وحط ب يساوي، وهشيل السين وحط 2 يعني اقول 3 في 2 ناقص 6. عملت ايه؟ شلت السين وحطيت 2، شلت الصاد وحطيت ب. طب هنا مفيش صاد، لا في، ما هي دالة السين دي هي معناها صاد، شيلها وحط ب وشيل السين وحط 2. 3 في 2 ناقص 6، يبقى انا كده معايا الب 3 في الاتنين ب6 و6 ناقص 6 يديني 0. تمام؟ يبقى اختار الاختيار رقم أ. رقم 16 بيقول لي أي من الدوال المعرفة بالقواعد الآتية تمثل كثيرة الحدود. أنا عشان أقول الدالة كثيرة الحدود ما ينفعش تكون السين تحت جذر، يبقى دي مرفوضة. ما ينفعش السين تبقى في مقام، وهي هنا السين في مقام، برضو دي مرفوضة. وهنا برضو السين في مقام، مرفوضة. يبقى الدالة اللي تنفع إن هي تبقى كثيرة حدود هي رقم أ. طب والباقي لا مش كثيرة حدود. احنا قلنا ابعد عن السين في المقام، طب ادي السين في المقام يبقى ارفضها. ابعد عن السين تحت جذر، ارفضها. تمام؟ ابعد عن السين فوقها أس سالب، ارفضها. طيب رقم 17 بيقول لي هنا في رقم 17 إذا كانت دال س يساوي 3 فإن دالة سالب 5 ناقص دالة الخمسة. الدالة دي دالة ثابتة، أي عدد هعوض بيه هيديني نفس الناتج اللي هو 3. يعني لما يعوز مني دال سالب 5 ناقص دالة الخمسة يساوي دالة السالب 5 ب3 ناقص دالة الخمسة برضو ب3، و3 ناقص 3 يديني 0. يبقى اختار الاختيار رقم ج. رقم 18 بيقول لي إذا كانت س يساوي المجموعة 2 و5 فأي من المخططات السهمية الآتية تعبر عن دالة. تمام؟ أنا عشان تعبر عن دالة لازم العنصر ده يخرج منه سهم واحد، والعنصر 5 لازم يخرج منه سهم واحد. طب تعالى نشوف هل الاتنين، يعني إن الاتنين لفت على نفسها تمام وخرج منها سهم؟ لا ما تنفعش، أنا عايز يخرج منها سهم واحد. تمام؟ طب الاتنين لفت على نفسها تمام والاتنين خرج منها سهم، برضو ما تنفعش. بص هنا الاتنين اصلا ما خرجش منها سهم، ده واحد يقول لي فيه سهم اهو، اقول له لا ده السهم رايح للاتنين، انا عايز السهم يخرج من الاتنين. يبقى دي لا، يبقى هتبقى الاختيار رقم د، لان فعلا هنا الاتنين لفت على نفسها والخمسة دي راحت لمين؟ راحت للاتنين. تمام؟ يبقى هي دي الإجابة الصحيحة اللي هي رقم د. يبقى هي لفت على نفسها بس، لكن شوف هنا لفت على نفسها وخرج منها سهم. تمام كده؟ هنا لفت على نفسها وخرج منها سهم، هنا أصلا ما خرجتش منها سهم خالص، هنا لفت على نفسها يعني خرج منها سهم واحد بس. يبقى هي الإجابة رقم د. أدخل على السؤال رقم 19 بيقول لي هنا في الفقرة رقم 19 إذا كانت س يساوي المجموعة 1 و3 و5 ودال دالة من س إلى حيث دال س يساوي 2 س زائد 1 فإن مجموعة صور عناصر المجال، صور عناصر المجال يعني عايز المدى. يعني ايه صور عناصر المجال؟ يعني عايز المدى. تمام؟ طب أجيب إزاي المدى؟ كل اللي أنا هعمله طبعا أنا عندي هنا الدالة اسمها 2 س زائد 1. كل اللي أنا هعمله هعوض، هشيل السين وحط 1 واشيل السين وحط 3 واشيل السين وحط 5 والناتج هو ده المدى. يعني انا هجيب له دالة الواحد، بعد كده اجيب له دالة الثلاثة، بعد كده اجيب له دالة الخمسة. يعني ايه ده الواحد؟ يعني اشيل السين وحط 1. طب هتبقى هنا 2 في 1 زائد 1، 2 في 1 ب2، 2 زائد 1 3. بعد كده دالة الثلاثة يبقى 2 مضروبة في السين اللي هي ب3 زائد 1،
2 في 3 ب6 زائد 1 7. طب دالة الخمسة هتبقى 2 في 5 زائد 1. 2 في الخمسة ب10، 10 و1 11. هم دول 3 و7 و11. يبقى المدى يساوي 3 و7 و11. المدى دايما بيتكتب في قوس مجموعة. 3 و7 و11 هو ده المدى. 3 و7 و11 أو 3 و11 و7. يبقى أختار الاختيار رقم د. أدخل على الفقرة رقم 20. الفقرة رقم 20 بيقول لي هنا الدالة دال س يساوي 3 س يمثلها بيانيا خط مستقيم يمر بالنقطة. بص يا ولاد، لما يديني 3 س، بص كده، عارف الدالة ديت كده في فرق بين 3 س زائد رقم أو ناقص رقم و3 س بس. دي كده دالة خطية ودي دالة خطية، دي من الدرجة الأولى ودي من الدرجة الأولى، بس دي فيها رقم، إنما دي ما فيهاش زائد أو ناقص. طالما ما فيهاش لا زائد رقم أو ناقص رقم يبقى على طول تمر بنقطة الأصل اللي هي 0 و0. الفقرة رقم 21 بيقول لي إذا كانت دالة ح من ح إلى ح ودال س يساوي س أس ك ناقص 2 زائد 3 وكانت دالة الاتنين يساوي 11 أوجد قيمة ك. أنا قلت لكم يعني إيه دالة الاتنين يساوي 11؟ يعني أشيل السين وأحط 2 وأساوي الدالة بال11. طب فين السين؟ أهي، شيلها وحط 2 يبقى تبقى 2 أس ك ناقص 2 زائد 3 يساوي 11. تمام؟ طيب هتبقى 2 أس ك ناقص 2 يساوي 11 ناقص 3. معادلة 11 ناقص 3 8. يبقى أنا كده معايا 2 أس ك ناقص 2 يساوي. إيه رأيك لو شلت ال8 وحطيت مكانها 2 أس كام؟ 2 أس 3، لأن إحنا واخدين في تانية إعدادي إن أنا ممكن أخلي الأساس شبه الأساس، يعني هنا الطرف الأيمن فيه 2، فأنا نفسي كده أشيل ال8 دي وأحط مكانها 2. طب لو شلت ال8 وحطيت 2 هتبقى 2 أس كام؟ هتبقى 2 أس 3، لأن 2 أس 3 ب8. الأساس بيساوي الأساس، يبقى كده الأساس بيساوي الأساس. يبقى كده على طول الأس بيساوي الأس. الأساس يساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس. الأس الأولاني ده اللي هو ك ناقص 2 وهنا بيساوي 3. معادلة، يبقى أقول له ك يساوي 3 وأودي السالب 2 الناحية التانية بإشارة مخالفة، تبقى زائد 2 و3 زائد 2 بيديني كام؟ بيديني 5. يبقى أختار الاختيار رقم أ. الفقرة رقم 22. الفقرة رقم 22 بيقول لي هنا إذا كانت د س زائد 3 بيساوي س ناقص 3 فإن دالة السبعة بيساوي. طبعا السؤال ده سؤال للمتميزين. السؤال رقم 22 أنا عايز أتخلص من الزائد 3 دي، أنا عايز الدالة السين دي تفضل وحديها. يبقى أقول له د س يساوي، هنزل السين ناقص 3 وهودي الموجب 3 الناحية التانية بإشارة مخالفة. ليه عملت كده يا مستر؟ عملت كده عشان اتخلص من الزائد 3 دي، عشان انا عايز الدالة السين دي تبقى وحديها مفيش عدد جنبيها. بعد لما مفيش عدد جنبيها اتخلص منه، يبقى اقول س ناقص 3 وديت دي الناحية التانية بإشارة مخالفة. اصبحت عندي الدالة السين بيساوي، طبعا هنا انا عندي س وعندي سالب 3 وسالب 3 يبقى سالب 6. اصبحت الدالة عندي بقت دالة س وحديها. طب يا مستر ده كانت س زائد 3، ما انا اتخلصت من ال3. كلمة دالة 7 يعني ايه معنى دالة 7؟ دالة 7 يعني ان انا هشيل السين واحط 7. طب ما السين اهي، شيلها وحط 7 فهتبقى 7 ناقص 6 يساوي 1 صحيح. يبقى اختار الاختيار رقم ب. الفقرة رقم 23 بيقول لي إذا كان 2 س يساوي 4، طالما الدالة دي فيها رقم بس يبقى دي دالة ثابتة أو دالة رقمية. دالة ثابتة يبقى دالة أي حاجة هتديني 4 أهو. خلاص كده؟ طيب رقم 24 بيقول لي هنا إذا كان المستقيم الذي يمثل الدالة د. أنا عندي كده في رقم 24 عندي الدالة د هي عبارة عن 2 س ناقص الألف يمر بنقطة الأصل. يعني إيه يمر بنقطة الأصل؟ يعني 0 و0. فإن الألف طالما قال لي يمر بنقطة الأصل يبقى أنا معايا زوج مرتب اسمه 0 و0. طب أنا هشيل السين وأحط 0 وأشيل الصاد وأحط 0. طب ما فيش صاد، لا ما هي دالة السين هي الصاد، شيلها وحط 0.
وهشيل السين ديت واحط صفر، هتبقى 2 مضروبة في الصفر ناقص الألف. يبقى أنا كده معايا صفر أهو، 2 في صفر بصفر، صفر ناقص ألف يديني سالب ألف، بالضرب في سالب واحد عشان أتخلص من السالب اللي قدام الألف. كده كده سالب في سالب بموجب، يبقى معايا ألف، والعدد ده هيبقى معايا صفر. يبقى الألف ده هيبقى قيمة الألف بتساوي صفر. عرفنا كلمة يمر بنقطة الأصل، يعني أنا هعوض في الدالة دي عن صفر وصفر، هشيل السين واحط صفر واشيل الصاد واحط صفر، هتخلي لي القيمة في النهاية اللي هي قيمة الألف بصفر. رقم 25 بيقول لي هنا إذا كانت النقطة كاف ناقص كاف تربيع ناقص 4 وكاف، ده زوج مرتب، تقع على الجزء السالب من محور الصادات، تقع على الجزء السالب من محور الصادات، فإن كاف. مبدئيا طب سيب كلمة الجزء السالب، هي النقطة دي مش بتقع على محور الصادات، طالما بتقع على محور الصادات يبقى نضع س بصفر. تاني، طالما النقطة بتقع على محور الصادات نضع س بصفر. مين هي السين؟ اللي هو المسقط الأول، ده كله ده بقول عليه س، لأن ده المسقط التاني صاد. طب أنا هساوي المسقط الأول بصفر ولا هساوي المسقط التاني بصفر؟ هو قال لي تقع على محور الصادات، يبقى أساوي المسقط الأول اللي هو مين؟ اللي هو كاف تربيع ناقص 4 بيساوي صفر. هودي السالب 4 الناحية التانية بإشارة مخالفة، هتبقى كاف تربيع بيساوي 4. طبعا هنا هاخد الجذر التربيعي، هتبقى الكاف بيساوي موجب أو سالب 2. خد بالك معايا، الكاف بيساوي موجب أو سالب 2. خد بالك هو بيقول لي تقع على الجزء السالب، يبقى أنا هرفض الموجب، يبقى قيمة الكاف بيساوي سالب 2 أهو، قيمة الكاف بيساوي سالب 2، يبقى أختار الاختيار رقم ج. هاخد المسألة رقم 26 بيقول لي إذا كان س وصاد مجموعتين غير خاليتين ونون س يساوي، يعني عدد عناصر السين يساوي نون س في صاد، فإن نون صاد هنا يعني عايزك تستخدم له المحايد الضربي، فنون صاد هنا هتبقى بواحد، يعني اعتبر إن نون س دي بخمسة. طب هي نون س دي أنا شلتها بخمسة في كام؟ 5 في كام يديني 5؟ 5 في الواحد، يبقى نون الصاد ديت بكام؟ قيمتها بواحد. آخر فقرة، الفقرة 27 بيقول لي إذا كان المجموعة 2 مضروب في المجموعة س وصاد يساوي المجموعة وجواها أزواج 2 و4 و2 و3 فإن س ناقص صاد. طب واحدة واحدة كده، تعال نضرب دول كده يا ولاد. أنا لو جيت حبيت أضرب المجموعة 2 ضرب المجموعة س وصاد ضرب ديكارتي، مش كنت بقول الاتنين اخدها مع السين تبقى 2 وس، والاتنين اخدها مع الصاد تبقى 2 وصاد. الكلام ده كله بيساوي ايه؟ الكلام ده كله بيساوي 2 و4 و2 و3 اهو، ده انا ضربته طلع 2 س 2 وصاد وسويته بالناتج 2 وس، ادي 2 وس 2 وس، يعني معنى كده السين ب4. 2 وصاد ادي 2 وصاد، معنى كده الصاد ب3. تمام؟ طيب ايه رأيك اني انا لو جيت بدلت السين والصاد هنا، لو كانت طبعا ينفع ابدلهم لان التبديل في قوس المجموعة وارد، يعني ينفع. لو كانت السين ب4 لو كانت السين ب4 والصاد ب3، يبقى هنا السين هي اللي هتبقى ب3 والصاد هتبقى ب4. تمام؟ طيب تعالى كده نطرح س ناقص صاد، ادي س ناقص صاد، ادي س وادي صاد. 4 ناقص 3 ادي 4 ناقص 3 يديني 1. وتعالى نطرح هنا س ناقص صاد، س ب3 ناقص صاد ب4 و3 ناقص 4 يديني -1. يبقى س ناقص صاد مرة طلعت لي ب1 وس ناقص صاد مرة طلعت لي ب1، يبقى الإجابة الصحيحة موجب وسالب 1. يبقى أختار الاختيار رقم ج. وبكده أنا خلصت الجزء الأول من مراجعة الوحدة الأولى. إن شاء الله الفيديو القادم هيكون معادنا مع
الأسئلة المقالية يعني اللي فيها خطوات. أشوفكم على خير وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.